بعد اكتر من 4 سنين استخدام للقلايه يجي لنا السؤال الاهم: هل تستحق التجربه ولا نركن على جنب؟ وهنا هنسال اهم سؤال الا وهو هنقرر ازاي؟ وعشان اساعدك هنقسمهم على حسب الاتي: 1. وظيفه القلايه. القلايه هي عباره عن فرن مصغر بيشتغل في معظم الموديلات بنفس التكنيك، سواء درج او درجين. في الحالتين السخان الكهرباء بيكون من فوق، وعاده درجه الحراره بتبدا معاك من 80 لحد 200 وبعض الموديلات لحد 220، وده بيخليك تقدر تستخدمها زيها زي الميكروويف او الفرن او اي جهاز عندك بيقوم بنفس المهمه. تقدر تسيح الاكلات المجمده على حراره 80، وتقدر تسوي الفراخ واللحمه لحد حراره 200، وحتى المخبوزات كذلك. لكن ما ينفعش معاها المخبوزات اللي بتحتاج انها تستوي من الطرفين زي البيتزا، خصوصا اننا مش هينفع نقلب البيتزا في قلب القلايه. وعشان كده هنلاقي في بعض الموديلات الحديثه بقى فيها تسويه او تسخين من فوق ومن تحت، خصوصا لو كانت الموديلات بتقوم باكتر من وظيفه زي اجهزه هوم إليك واجهزه مستورده كتير تشبه القلايه في الحجم والتفاصيل، لكن تسخين من تحت ومن فوق. 2. استهلاك القلايه للكهرباء. وهقول لك ده معتمد بشكل اساسي على قوه الواط للقلايه، سواء كان في 1000 او 1500 او 2000 او 3000 واط. وكل ما زادت واط الكهرباء والسعه اللتريه بالتاكيد كل ما الاستهلاك هيزيد، وكذلك مده استخدام القلايه في تسويه الاكلات. لكن هل بشكل عام القلايه بتكون اقتصاديه وموفره في الكهرباء ولا استهلاكها بيكون كبير؟ هو ده السؤال اللي انا هوضحه لك في كلمتين. من خلال تجربتي للقلايه احيانا بتكون موفره اكتر من البوتاجاز، لكن مش موفره قوي زي الغاز، وده لفروقات الاسعار في سعر الغاز وسعر الكهرباء. لكن سهوله استخدامها وسرعتها والتحكم السهل فيها بيخلينا نستهلك القلايه اسرع واوفر من البوتاجاز او الافران، خصوصا لو فرن بيتك كبير وانت عايز تعمل حاجه صغيره يا دوب على قد القلايه اللي عندك، سواء كانت درج او حتى الدرجين. ومن خلال تجربتي في كل سنه للقلايه بيخلينا اقول لكم واكد لكم على ان استهلاك القلايه للكهرباء مش كبير وما بيخضش، لكن ده اتباعا لسياسه الاستخدام اليومي على مدار الشهر. واتمنى تكون الجزئيه دي وضحت لكتير من حضراتكم، خصوصا هتفرق السعر لو كنت على شريحه 1 او 2 او 3 او 4 او 5. 3. مميزات وعيوب القلايه من وجهه نظري. المميزات عد ولا توقف: موفر في هدر الزيوت، وده من الناحيه الماديه، لكن كمان من الناحيه الصحيه هتوفر دهون وكوليسترول من على قلبك كتير. موفر في مجهود التسويه وسريع ومنجز لكتير من الاكلات. صحيا افضل لانه بيسمح لك انك تعمل حاجات كتير سوتيه من غير اي دهون. ومميز لانه ممكن يغنيك عن البوتاجاز لو مش عندك، ويغنيك عن الفرن لو مش عندك، ويغنيك عن الميكروويف لو مش عندك، لانه حرفيا ممكن تعمل فيه من اول الرز لحد الفراخ واللحمه. مشكلته بس في انك انت هتحتاج تقلب الاكل عشان تضمن توزيع التسويه في كل الاتجاهات، وده من اهم واكبر العيوب. وكمان لو القلايه خامتها ضعيفه هتقشر معاك بسرعه، خاصه لو انت من الاشخاص اللي مش بيهتموا بالتنظيف اول باول. وهنعرف الحلول بعد شويه، لكن قبل ما اقول الحلول خليني اقول لك 4 ازاي تختار قلايتك. نصيحتي ليك: اسم وماركه القلايه مش هتفرق كتير، كلهم يشبهوا البعض في معظم التفاصيل. اللي هيفرق معاك انك لازم تحدد كام شخص هيستخدم القلايه عشان تحدد السعه اللتريه والوات. ورأيي هو لو شخص او شخصين خليك في سعه 3 لتر الحجم الصغير، قوه اقصاها 1500 واط. ولو 3 او 4 اشخاص ممكن تستخدم سعه من 5 ل 8 لتر بقوه اقصاها من وجهه نظري 2000 واط. ولو اكتر من كده ممكن تستخدم القلايات المجهزه بتفاصيل كتير بتخليك تستخدم الجريل او الشوايه او القلايه، ايا كان اللي انت عايز تستخدمه بالتنوع المطلوب. او تستخدم قلايه درجين، كل درج بيديك سعه لتريه 4.5 لتر، والمميز فيه انهم بيكونوا منفصلين، كل درج منفصل بذاته وببرنامج تشغيل. عدا ذلك كل اسماء الشركات مش هيفرقوا عن بعض كتير، لكن اللي هيفرق شركه عن الثانيه هو اولا الامكانيات مقابل السعر، وخليك في الاسماء المعروفه بلاش الاسماء المجهوله. انا كاحمد جربت سكاني وجربت راف وجربت تاتش وجربت لومابيلا وجربت هوم إليك وجربت حاجات كتير، وعشان كده بديك النتيجه النهائيه. بقول لك ده متوقف على طريقه محافظتك للشيء، وده يدخلنا في اهم حاجه: ازاي تحافظ على قلايتك. وده اللي انا قلت لكم من شويه ان انا هشرحه لكم بعدين، ازاي نحافظ عليها اطول فتره ممكنه بدون تقشير او تجريح او اعطال. القلايه زيها زي الحلل التيفال والجرانيت، ما ينفعش نستخدم ادوات حاده اثناء التقليب لانه هيجرح فيه. كمان ما ينفعش نغسلها بسلك مواعين خشنه او ناعمه، لانها بعد مره او 2 أو 3 هتقشر معاك. وبما انها سهله تتنضف لو من البدايه حافظت عليها من خلال استخدامك للورق المخصص للقلايه او بعض الادوات اللي تغنيك عن البهدله. لكن لو اضطريت تستخدمها بدون اي عوازل يبقى اسهل طريقه هي الميه السخنه مع مسحوق التنظيف وليفه ناعمه تتنضف على السريع. ولزياده تامين انا بستخدم بعض المنتجات زي ورق الزبده العاديه او المخصصه للقلايات، ودي بتساعد قوي خصوصا لو بتعمل حاجات خفيفه سريعه مش محتاج بعدها انك تنظف القلايه. لكن اهم حاجه وانت بتشتري المنتجات دي لازم تراعي احجام قلايتك والحجم اللي انت بتشتريه، والحاجات دي تقدر تشتريها من اي ابلكيشن بيبيع منتجات اونلاين. اكتب ورق مخصص للقلايه او ربل مخصص للقلايه او مفرش مخصص للقلايه او اجهزه مخصصه للقلايه، هتلاقي الافكار دي وهتلاقي
هتلاقي افكار غيرها كتير. وقبل ما تشتري اي حاجه شوف اراء الناس ايه على المنتج اللي انت هتشتريه وبعدين اشتري. وبكده نكون وصلنا لختام ايها الساده الكرام. ما تنساش كالعاده ايها الساده بندعي لاخويا والامي ولامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. واتمنى بالفيديو ده اكون رديت على كل التساؤلات اللي بيدور في عقل وبال الساده المستمعين والمشاهدين في كل مكان. والى هنا ايها الساده تسمحوا لي ان انا امسي عليكم واقول لكم كل سنه وانتم بالف خير، وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. ومساء الزبده على الجميع.